السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة بقى هناخد جولة مع الميك اب ارتست. عاوزة بقى اقول لكل عريس اثناء فترة الخطوبة يعني لازم تشوف بشرة خطيبتك على الطبيعة، يعني مش لازم ان هي كل مرة تبقى حتى الميك اب بتاعها كامل ومتكامل، لا اقول لها عاوزة اشوف بشرتك كده على الطبيعة، انت كده كده حلوة من غير ميك اب. فلازم فترة الخطوبة دي تشوف العروسة على الطبيعة. عاوزه اقول بقى للميك اب ارتست بجد، انت ايدك تتلف في حرير، يعني ايدك دي يخرب بيتها بجد. يعني لو انت بتمحري شقه مش هتطلعي العروسه بالحلاوه والجمال ده. اه والله، الله يكون بقى في عون العريس، يا يرمي من الطلاق على العروسه تاني يوم الفرح، يا اما ليله الفرح. تعالوا بقى نشوف الحاجة اللي معانا دي وهي عمالة تحط طبقات ميك اب. يا جماعة حاطة كمية طبقات، لو انتي بتمحري حيطة اصلا مش هيبقى بالشكل ده. اه والله مش هيبقى بالشكل ده. عاوزة اقول لكم بقى يا جماعة ان الميك اب بيغير العروسة ل 180 درجة. يعني العريس يقول لها انا عايز العروسة النهاردة تبقى مثلا هيفاء وهبي، ليلى علوي، ايا كان عروستي عاوزها بالشكل ده، فالميك اب ارتست بتعمل كل مجهودها علشان تطلع العروسه بالشكل ده. عاوزه اقول لكم يا جماعه ان المكياج ممكن يخدع اي راجل، يعني ممكن اي ست تضحك على اي راجل بالميك اب. ممكن يشوفها في الشغل في الشارع ان هي ملكة جمال، لانه هو ما شافهاش على الطبيعه، هو شافها كده ان هي رسمه نفسها وحاطه بقى الميك اب بتاعها بقى، وان هي مية مية. ويجي بقى لما يرتبط بيها وتيجي تقعد معاه بقى على الطبيعه كده ينخض اصلا، يقول لها مش انت اللي انا شفتك اصلا، انت مين اساسا؟ فالمفروض اي ست اصلا يعني لما تيجي ترتبط بحد تطلع له مره من غير ميك اب عشان حتى يعرف ان هي دي اللي هو نقاها. ولا انت صعبانه عليا عماله تحطي يعني دهانات وكمان بتهولها؟ مفيش حد يعني كمان يمسك لك المروحه دي؟ او مفيش مروحه كده بالكهرباء يعني يجيب هوا؟ تعب عليكي والله، صعبانه عليا. بدأت بقى الشغل في العين بقى، والايلاينر والكحل والاي شادو، يعني بتحط كمية حاجات بقى على العين يا جماعة عشان تديها المنظر الجميل ده اللي احنا في الاخر بيبهرنا يعني. طبعا هي دلوقتي دخلت كمان ايه على الحواجب. طبعا بترسمها بالطريقة اللي هي عاوزاها، تخينة رفيعة زي ما هي عايزة، وبعد كده الشفايف، وبعد كده بتحط لها اللي هي العلامة الحمراء دي دليل ان هي متزوجة. هنا بقى هتعمل شعرها اللي هو كيرلي، رغم ان هي لو غسلت شعرها وعملته كده في الجو على مرتين هيبقى كيرلي لوحده، بس هي بقى مع ربنا، لان طبعا متعب جدا ان هي تعمله على المكوى كده واحدة واحدة. يعني عاوزه اقول لكم يا جماعه الشغلانه دي متعبه جدا، شغلانه بجد يخرب بيتها من الاخر. طبعا يا جماعه هي وصلت للكيرلي فبياخد وقت يعني طويل جدا في ان هي بقى تقعد تلف خصله خصله. فعشان ننتظر يعني مرارتنا هتتفقع. فمعهم ربنا بقى يا جماعة والله، وهسيبكم بقى تتفرجوا. بس المهم في الاخر العريس بقى يعني ما ينصدمش في الاخر ويجي يقول لها فين بقى عروستي اللي انا كنت جايبها لكم سمرة وطلعتوها لي بيضة، وفي الاخر يمسك في خناق العروسة ويرمي عليها يمين الطلاق في الفرح. احنا مش عاوزين كده يا جماعة، احنا عاوزين كده العريس يبقى فرحان بعروسته ويبقى عارف من الاول ان هي دي عروسته، يعني مش بدلوها بحد تاني يعني. انا بقى عاوزه اقول للستات اللي بتحط الميك اب بالشكل ده كل يوم بجد يعني شابوه ليكي، يعني الموضوع بجد مرهق جدا جدا جدا. فانا بحييكي ان انت عاوزه تعملي ميك اب تطلعي قدام زوجك كده حلوه وجميله، او خطيبك، وعاوزه ترضي يعني مثلا خطيبك ان انت حلوه كده وجميله واموره. فبجد يعني انا بحييكي ان انت كل يوم بتعملي نفس الشكل ونفس الريتم كل يوم. فبجد الموضوع مرهق جدا جدا، فربنا معاكم بقى. وعاوزه اقول لكم ان شاء الله استنوني في حاجات حلوه كتير الايام الجايه، وباذن الله كده اجيب لكم حاجات احلى واحلى.